انتشرت صور توثق نص محادثة هاتفية تعود إلى عام 1990 جمعت بين العاهل الأردني آنذاك الملك الحسين بن طلال والرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، والتي سبقت الغزو العراقي للكويت ب4 أيام فقط. فقد بادر الملك الحسين بإجراء تلك المكالمة، واستهل بوش بالرد في البداية على الاتصال قائلا: جلالة الملك كيف حالك؟ فرد عليه الملك الحسين: أنا بخير، شكرا جزيلا لك سيدي، أقدر تلقيك للمكالمة. بعدها قال بوش: حسنا، أنا أجلس هنا على الشاطئ في ولاية ماين، تناولت الغداء للتو مع باربرا سيدة الأولى آنذاك وابنتي وبرنت سكوكروفت، يذكرني شاطئ البحر بالعقبة، أين أنت؟ فرد عليه الملك الحسين قائلا: أنا في عمان جورج، أود أن أشكرك على رسالتك الأخيرة، كان الأمر مطمئنا للغاية ومشجعا للغاية، حقا كانت رسالة جيدة جدا. فقال له بوش: حسنا، أنت تعلم أننا معكم، الأردن صديق جيد، سمعت أنك خارج في مهمة أخرى. وكان الرئيس الأمريكي آنذاك يشير إلى جولة الملك الحسين التي تشمل العراق والكويت. رد الملك الحسين قائلا: نعم، سأذهب إلى بغداد والكويت غدا، آمل أن نتمكن من إحراز بعض التقدم، وذلك في إشارة إلى جهود أردنية تمنع الاشتباك المسلح بين البلدين العربيين. وعبر بوش عن تمنيه لعدم حدوث تصعيد، لكنه لم يكن متفائلا إذ قال: بالتأكيد أتمنى ألا يخرج هذا الوضع عن السيطرة، نحن قلقون للغاية بشأن التصعيد المحتمل. الملك حسين كان واثقا من عدم الصدام بقوله في المكالمة: حقا يا سيدي، لا توجد إمكانية لحدوث ذلك، لن يحدث شيء. إلا أن بوش كان له رأي آخر قائلا: أتمنى لك التوفيق، هناك بعض المشكلات في سلوك العراق يمكن أن أخبركم عنها، لكنني أفضل عدم القيام بذلك على هذا النحو، ربما يمكننا التحدث مرة أخرى بعد رحلتك حتى نتمكن من مشاركة ملاحظاتك. تتذكر وفد الكونغرس الذي ذهب إلى هناك؟ حاولنا إرسال بعض الإشارات إلى صدام حسين مع ذلك الوفد أو الحديث معك عند عودتك. رد عليه الملك الحسين قائلا: سأتصل بك حالما أعود. فقال جورج بوش الأب: أطيب التمنيات لك وللملكة من باربرا برنت، يقول إنه يسلم عليك أيضا. رد الملك الحسين التحية قائلا: محبتنا وأطيب تمنياتنا للجميع، من فضلك انقل سكوكروفت تحياتي وداعا سيدي. وكان الملك الحسين قد زار بغداد قبل بضعة أيام قليلة من بدء الغزو العراقي على الكويت، وكان يرافقه الوزير السابق والمستشار السياسي عدنان أبو عودة، حيث اجتمعا مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في خلوة مصغرة. وفي تصريحات سابقة قال أبو عودة إن الملك الحسين ذهب يقنع صدام حسين بأن يحل المشكلة مع السعودية والكويت، إلا أن الرئيس العراقي أجابه بقوله: هؤلاء الكويتيون لا يطلع لهم أكثر من الدروازة، أي البوابة.